ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولسه ما اشتركش في القناه انزلوا تحت اشتركوا في القناه من كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله. طبعا ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل عشان خاطر دعما ليا، وكمان بيساعد على انتشار الفيديو. وما تنسوش طبعا الكومنت بتاعكم الجميل ده بيشجعني اكتر واكتر اللي انا اعمل فيديوهات تانية احلى واحلى. فطبعا يلا بينا بقى نشوف النهارده الشاطئ بتاعنا. اسمه علم الروم. من احلى الشواطئ اللي انا روحتها. طبعا الشاطئ ده انا اول ما روحت كده فيه. طبعا ده احنا كنا طالعين تبع الشركه في اليوم ده، فرايحين من الصبح، وطبعا في ميعاد معين الباص هيجي ياخدنا يودينا لغايه العماره. فطبعا اليوم كنا واخدينه من بدايته كده في الحر. بس مش مشكله، قضينا يوم حلو، وكان يعني شاطئ جميل جدا. انا اول ما شفته اتصدمت لاني لقيت الميه في بدايه الشط كده ما كانتش حلوه، يعني مش الميه هي اللي ما كانتش نظيفه، لا هو كان بيبقى فيها حاجات كده اللي هي زي شوائب كده في الميه. اللي انتوا شايفينها السودة دي. دي بتيجي من نتيجه اللي هنا في المكان ده فيه اسماك وفي شعاب مرجانيه في بيوت يعني للاسماك وكده تحت الميه. فطبعا انا كان نفسي ان انا اوريكم كل الكلام ده، بس طبعا ما عرفتش ان انا اصور، لان انا برضو مش متمكنه قوي اللي انا مثلا اتفرج على الكلام ده واللي انا اصور في نفس الوقت. انا كنت لبست كده النضاره ونزلت وقعدت اتفرج كده من على سطح البحر. بس كان المنظر خرافه يا جماعه، خرافه يعني. بجد من احلى الشواطئ اللي في مرسى مطروح. فبجد يعني روحوا الشط ده جميل جدا، عن ثقة يعني. وبجد احنا استمتعنا فيه جدا، وكان مختلف عن بقية الشواطئ، خصوصا اللي هو يعني الشط مش مفتوح قوي، فهو مساحته يعني مش كبيرة قوي. فطبعا بيكون في عدد شماسي مش كتير، او يعني الناس اللي موجودة فيه مش كتير، فطبعا بتستمتعي بالبحر. يعني انتوا زي ما انتوا ما شفتوا كده البحر ما فيهوش ناس كتير، لان احنا طبعا كل الناس اللي كانت موجودة على الشط في الوقت ده كان الجروب اللي طالع معانا اللي هو تبع الشركة. فكان بجد اليوم كان جميل جدا. زي ما انتم شايفين طبعا احنا في الوقت ده كنا نزلنا البحر والأولاد كانوا نزلوا، ويعني كنا استمتعنا بالبحر كده، وهما بينزلوا شوية وبيطلعوا، يعني مش بغيبهم كتير في البحر عشان برضو هما يعني ايه بيتعبوا من المية. يلا رورو، يلا هاتي بصي يلا. يلا يا رورو بصي صوري. ماشي سيبي دي، لا لا مش حلوه دي. طبعا يا حبايب قلبي اليوم ده كان اخر يوم لينا في المصيف، كان فاضل لنا اليوم اللي بعديه على طول، كنا هنمشي في نفس اليوم بالليل الساعة 12. فاليوم ده كان يعتبر اخر يوم في المصيف. اليوم اللي بعديه على طول احنا نزلنا اللي هو اليوم اللي مشينا فيه نزلنا برضو، بس ما لحقتش اصور لكم بقى لاني كان الوقت ما كانش يسمح ان انا اصور لكم. فطبعا اليوم ده بقى كان بالنسبة لنا يعتبر اخر يوم، وكنا بنودع البحر كده، وفي نفس الوقت كنا فرحانين جدا باليوم. كنا حاسين ان احنا لسه اصلا جايين يعني، لسه في بداية المصيف ولسه احنا جايين. فبجد كان اليوم جميل وانبسطنا جدا، خصوصا اللي احنا اول مرة نيجي الشط ده، فكان بالنسبة لنا يعني اليوم كان يعني غير اللي قبليه. فحلو التنوع وكده، يعني التغيير مطلوب. طبعا يعني مرسى مطروح جميلة ومعروفة اللي هي حلوة بالشواطئ بتاعتها. فأحلى حاجة اللي هي فيها شواطئ كتير جدا، فتقدري تروحي الشاطئ اللي انت عايزاه، وطبعا الشواطئ بتبقى مختلفة عن بعضها. فدي يعني الحاجة اللي مميزة فيها يعني، غير بقى الخروجات بتاعتها وكده. يلا رقص. أغنية ميتة.
ما عايزين اغنيه ايه تبقى. اقول لك كلمه واحده في كلام كتير ما بعرفش اكون رومانسي لكن عليك بغير مش بثبت لك اني جامد ولا عايز ابقى تقيل انا. يلا يا رولو، انا بناديكي يلا رقص يلا. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو يا حبايب قلبي. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب الفيديوهات كلها اللي فاتت تكون عجبتكم وتكون خفيفة على قلوبكم، وإن شاء الله الفيديوهات اللي جاية تكون أحسن وأحسن. وخلاص بقى احنا رجعنا لبيتنا، رجعنا لموطننا، فخلاص بقى هعمل لكم حاجات حلوة كتير إن شاء الله، ونرجع بقى لفيديوهات الطبخ والروتينات تاني وحاجات حلوة برضو تاني. فإن شاء الله نفضل مع بعض دايما، وعقبال المصيف اللي جاي ان شاء الله، عقبال السنه الجايه تكونوا برضو في حياتي واشارككم كل حاجه. يلا بقى اشوفكم على خير في فيديوهات تانية حلوه كتير. عايزاكم بس تدعموني وتكتبوا لي كده كومنتات حلوه. ويلا بقى اشوف وشكم على خير ومع السلامه.